السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلوا على رسول الله. اليوم حبيت ندير معاكم طريقة البسيسة اللي تنباع في المحلات. خذيت بسيسة جبلية باللوز والسكر، شريتها من العطار. حط البسيسة في صينية ونضيف لها زيت الزيتون. حطيت هذه الكمية وزدت لها زيت زيتون ككمية أولى، حركتهم مع بعضهم. يا ريت اللي ما يتابعنيش يدير لي متابعة ولايك للفيديو، وقولوا لي كانت طريقتي نفس طريقتكم ولا كل واحد وطريقته طبعا. هذا التمر قرطته، حطيته في الحافظة. طبعا ما درتش كمية كبيرة، شوية نحط فيها في الثلاجة. ستفت التمر في الحافظة لأنه مازال بنديروا معاه حاجات تانية. بعدين نحط شوية بسيسة، بديت نصب في البسيسة شوية شوية. سهلة لما تبي تدريها وتحطيها في الثلاجة. صغار الصبح قبل لا يمشي المدرسة يفطروا منها مع طاسة حليب ولا مع أي حاجة الصبح كيف هم يحبوا، ولا حتى طاسة عصير. ماذا بكم العصير العصائر تبعدوا عنها اللي مش طبيعية. حطيت الشمية، حتى ما كترتش لأنه كله حلو حلو. بعد الشمية حطيت بسكوت اللي هو يبدأ ملصق في بعضه، هذا النوع اللي فيه الشوكولاتة. في ناس تدير جسفت ولا تدير أي نوع بسكوت الشاي. أنا درت اللي من جهة بالشوكولاتة وجهة أبيض. بالله اللي مازال قاعد يحضر في الفيديو ما ينساش يدير لي لايك للفيديو، وكتبولي من وين تتابعوني انتم. بعد ما كملت كمية البسكوت رصيتها بإيدي شوية. حلوة تبدأ واتية في الثلاجة، وقت الواحد ما يبدأ خاطر بحاجة ولا هيك ياخد منها كشيك. ما شاء الله جنينة ومفيدة. درت لها باقي الكمية، لقيتها شوية باقي البسيسة، زدت شوية تانية عليها، صبيتها كلها. شفتوا كيف بدأت؟ غطيتها ودرقتها بالثلاجة وقت ما طبعا طباخ السم لازم ضغطها قبل لا نحطها في الثلاجة. إن شاء الله اللي يديرها صحتين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.